السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض ايس كريم الصيف اللذيذ بأطعمة مختلفة، وهنعمله بطريقة سهلة من غير اللبن البودر ولا نشا ولا اي حاجة من الحاجات دي. تابعوا معايا لاخر الفيديو. هنسمي الله وهنصلي على رسول الله، وهنبدأ في الطريقة بتاعتنا بمكونين اتنين بس معانا. اول حاجة هناخد كوبايتين من اللبن وعليهم نص كوباية من السكر العادي، وهنبدأ نقلبهم كويس على البارد، وبعد كده هنحطهم على نار عالية لحد لما يبدأ اللبن يغلي معانا. هنخلي النار متوسطة، وهنبدأ نقلب اللبن مع السكر لحد ما القوام يتقل معانا ويبدأ لونه يبقى زي يعني مايل إلى الأصفر كده. والطريقة دي هتخلينا نوصل لحليب محلى مكثف بطريقة سهلة جدا جدا، وده أساس الآيس كريم اللي بيدينا المطة والطعم بتاع الآيس كريم الأصلي. هنا لاحظنا ان اللبن ابتدت تقل معانا وقوامها كمان يتقل، بصوا بالشكل ده، وابتدت كمان تظهر في تكتلات كده على الجناب. وهنا احنا كده وصلنا للسائل اللي احنا عاوزينه، وهنسيبه لحد لما يبرد تماما. بس ناخد بالنا ان احنا بنقلب باستمرار. ممكن تعملي الخطوة دي وانتي بتطبخي او بتغسلي في المواعين يعني، بس ايه عشان اللبن ما يشيطش معانا. هنا بقى هنجيب معانا، طبعا استنينا الحليب المحلى بتاعنا لحد لما برد تماما. هناخد هنا نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وهناخد عليها كوبايه من الماء المثلج. لازم يا جماعه يكون اللبن مثلج مع الكريمه عشان تدينا القوام اللي هو التقيل ده. وهنضربهم على اقصى سرعه بالمضرب بتاعنا لحد لما قوام الكريمه يتقل معانا. هنا القوام بتاع الكريمه بتاعتنا ابتدى يتقل معانا. هنضيف بقى الحليب المحلى المكثف اللي احنا عملناه، وهنضربهم كويس جدا جدا بالمضرب. وطبعا كمان هنحط فانيليا لان ده هيبقى اساس الايس كريم معانا اللي هو هيبقى بالفانيليا. وبعد كده احنا هنبدأ بقى ان نعمل له اطعمة مختلفة. طبعا عملنا منه كمية حلوة جدا يعني بالنسبة للمقادير اللي معانا اللي هم مكونين اتنين، فالكمية كده تعتبر كويسة جدا. هنا بقى هبدأ اعمل الاطعمة بتاعتي. او هاخد هنا شوية من الكمية اللي معايا، وهنا هعمله بسكوت بطعم الاوريو. هجيب الاوريو وهكسره، هندقه يعني ونخليه قطعة صغيرة كده. وهنبدأ نخلطه مع الكريمة بتاعتنا دي اللي احنا عملناها، وهنحطه. اهم حاجة ان الايس كريم بتاعنا يقعد حوالي 8 ساعات في الفريزر. هنا في الطريقة دي انا مش محتاجة ان انا كل شوية اطلع الايس كريم وافضل اقلبه والحاجات دي، لا، انا بحطه بس 8 ساعات بس. اهم حاجة ان انا بغطي العلب كويس جدا. وده اول نوع معايا. هغطي العلبة وبعد كده هحطها في الفريزر، وهعمل بقى باقي الانواع التانية. ممكن بدل الاوريو تستبدلوه بشوكولاتة او كاكاو خام، ممكن تقلبوه معاه، او ممكن كمان صوص كراميل، زي ما انتوا عايزين. هنعمل بقى تاني نوع معانا، وده هنعمله بقى ايس كريم بيور بفاكهة بيور. هنجيب فراولة او مانجا او اي فاكهة احنا عاوزين نعملها. هنضربها طبعا بالهاند بلندر. طبعا فاكهة من غير اي عصاير، من غير مية يعني، مش هيبقى عصير، هتبقى فاكهة بيور. وممكن نضيف كام نقط من اللون الجل الاحمر بتاع الطعام عشان يدينا اللون الاحمر زي اللي احنا بنشتريه من بره. راعوا يا جماعة ان الفاكهة تبقى بيور مش مجمدة في الفريزر، لان الفاكهة اللي بتبقى مجمدة في الفريزر هيبقى فيه كريستالات تلج في الايس كريم. احنا متفقين ان ده ايس كريم كريمي زي اللي احنا بنجيبه من بره، ما فيهوش اي كريستالات تلج او اي حاجة من الحاجات دي. بيبقى كريمي جدا. فنراعي بقى موضوع الفاكهة ان الفاكهة تبقى لسه فريش ما دخلتش الفريزر عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. هنمسكها بقى نقلبها كويس جدا زي ما قلت لكم، ممكن بالمضرب او بالهاند بلندر في الخطوة دي. لازم نتأكد ان المكونات اندمجت مع بعض عشان يدينا ايس كريم بالفاكهة الطبيعية. هنا برضو هقفل العلبة بتاعتي كويس جدا وهحطها في الفريزر. تالت نوع معايا بقى هعمله هنا بقى، لو ما عندناش فاكهة او الوان جل او الحاجات دي كلها، كل ده بقى هنستبدله بالفروتي. بيبقى فيه اطعمة مختلفة، وطبعا بيبقى جاي مركز فيه اللون والطعم. وهنعمله هنا بالمانجا، بس هنراعي ان المانجا بتبقى مززة شوية، يعني زي ما تكون فيها سنة حموضة او حاجة زي كده، فهندقها. يعني هنحط كمية قليلة وندقها عشان موضوع السكر ما تبقاش حادقة قوي او مززة يعني في الايس كريم. فحطوا كمية وحاولوا تدوقوا وتقلبوه كويس جدا جدا عشان يدوب معانا. وهنا بقى بنبقى لا لون ولا طعم ولا الحاجات دي كلها موجودة في الفروتي ده. ودي فكرة برضو لو حد حابب يعمل زي ما قلت لكم في منه اطعمة مختلفة. هنا بقى هنعمل معانا نوع تاني في الكوبايات اللي هي بتاعت الايس كريم دي.
وهنحط عليه الشوكولاتة اللي هي الفارماسي دي، برضو بتديه طعم حلو جدا جدا. ممكن تحطوا شوكولاتة عادية او سوداني، زي ما انتوا بتحبوا. كل واحد يعمل الايس كريم بالنكهة بقى او الطعم اللي هو عايز يعمله. اهم حاجة ان احنا عملنا الاساس معانا صح، وهنقلبه. بس هغطي الكوباية دي بغطا او بورق استرتش عشان تجمد معانا في الفريزر. وده كان شكل الايس كريم بتاعنا بعد ما جمد في الفريزر. يا رب اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحد.